أعضاء ومحبي أوريفليم الحلوين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين، العيد داخل. وبالمناسبة دي عايزة انبهكم لحاجة مهمة جدا. زمان واحد صاحب بابا الله يرحمه كان بعت لنا هدية في العيد، جزء من لحمة الأضحية، وخدنا اللحمة وحطيناها في الفريزر. ولما جينا نطلعها عشان نعملها لقينا الجزء الداخلي من اللحمة لونه مخضر أو متغير كده وشكله مش حلو خالص. زعلنا قوي وقلنا هو ليه مدينا لحمة مش حلوة؟ احنا اسفين يا عمو، احنا ظلمناك، ان بعد الظن اسم. بص يا ستي، ان شاء الله باذن الله ربنا يكرم الجميع. ولما تعملي اضحيه لازم ما تحطيش اللحمه على الفريزر على طول. يعني ايه؟ لازم انسجه اللحمه كلها تتبرد بالكامل. يعني هتجيبي ملايه بيضه كده حلوه نظيفه زي الفل، وتفرشي عليها اللحمه وتشغلي عليها المراوح والتكييفات لغايه لما انسجتها تبرد تماما. اوعي تستعجلي وتشيليها على الفريزر، هتبوظ كلها وهتغير لونها وهيبقى شكلها وحش، ويعني مش هينفع، هتضيع عليكي فلوسك، حرام. فتحطيها كده، تفرشيها وتحطيها عدد كبير من الساعات، يعني 3-4 ساعات، تريحوا كده شويه بعد الذبح، وهي تكون بتتهوى على الوشين، تقلبيها لغايه لما انسجتها تبرد تماما، وبعدين تبداي تجمديها. العروض دي عروض اوريفليم للشهر ده، عروض حلوه قوي، اتفرجوا عليها وان شاء الله تعجبكم. كل سنه وانتم طيبين.